وهو تعيين مدرب ألماني لفريق الرجاء الرياضي رفقة السي عبد الكريم الجناني، ربما هو المساعد ديالو بعد السير ذاتية كثيرة تقاطرت على مكتب فريق الرجاء الرياضي، وفي الفريق في الأخير في الفريق الرجاء والمكتب المسير فهو استقر على مدرب ألماني. يعطينا السي حسني واحد نبذة على هذا المدرب الألماني كذلك والشروط ديال تاع العقد مع فريق الرجاء الرياضي والاهداف مسطره ان شاء الله الرحمن الرحيم رفقه فريق الرجاء الرياضي لاعاده الهبه ديالو. تفضل. إذا مصطفى اليوم يعني المكتب المسير لفريق الرجاء الرياضي شفوا على الربان الجديد للنسور واللي غادي يعوض التونسي مدير الكبير. الامر يتعلق بمدرب الماني جوزيف زينبور، هو اللي يعني تولى قياده النسور. اكيد مصطفى غالبيه التجارب ديال هذا المدرب كانت بالدوري الالماني، ابرز نادي قادوه هو الفريق ديال هامبورغ، لا الفريق الاول ولا كذلك الفريق الرديف. اخر تجربه ديالو بطبيعه الحال كانت مع لوكوموتيف موسكو الروسي. والمستوى الافريقي كانت عنده واحد التجربه اكثر من ناجحه رفقه اورلاندو بيراتس في الجنوب افريقيا، وكان جاء انذاك وكان حديث يعني وسائل الاعلام الجنوب افريقيا، لانه جا وخدا الفريق في واحد الظرفيه وتقاتل معاه ومشى للدومي فينال ديال كاس الكاف. كان خرج انذاك امام فريق الرجاء الرياضي اللي كان كيقودوا لسعد الشابي. اللقاء ديال الذهاب انتهى بواحد الواحد والاياب 4-0 لصالح الرجاء. خدا الكاس ديال الجنوب افريقيا على ماميلودي سان داونز الجنوب افريقي وانتصر عليه. دار يعني انتصر على الترجي، دار نتائج مصطفى متميزه للامانه في التجربه ديالو مع اورلاندو بيراتس الجنوب افريقي. الاختيار ديال المدرسه الالمانيه هنا كيبين لك على انه الفريق الناس التقنيين بالرجاء مشاو جابوا شي حاجه جديده يعني وداروا قاطعه مع ديك الاسماء المستهلكه. ان واحد الوقيته ولينا كنلقاو سيره البنزرتي اجي البنزرتي، يعني الانديه الرجاء الوداد يعني كانت اسماء مستهلكه. اليوم مشاو فتحوا على مدرسه جديده هي المدرسه الالمانيه، مدرب 53 سنه قاد انديه في اوروبا، دار تجربه ناجحه في افريقيا. انا دائما كنأكد مصطفى على التجربه الافريقيه. السيد مستانس بالادغال الافريقيه، مستانس بالاجواء. اليوم في النضوء الصحفي وكيت الكلمه ديالو قال كان اعرف الرجاء سبق لي واجهتهم، كنعرف الجمهور ديالهم، كنعرف التحديات اللي عليا، وقال لك غادي ندير اللي في جهدي باش نرد الفريق للطريق الصحيح ونحصدوا الالقاب. المده ديال العقد مصطفى هي سنتين. بنسبه كبيره غيكون مع السي جيناني الاطار الوطني الكف، يعني اللي كيشتغل اللي كان دار مسار رائع مع اولمبيك التشيره، مشهود له بالكفاءه. واحد السيد بكل صراحه يعني انا ماشي اللي غنقولها عليه، الناس التقنيين كيعرفوا الكفاءه ديال السي عبد الكريم الجيناني وابن الرجاء. الان غيشتغل مع وغيجيو ناس غيجيبوا معاه كذلك المدرب الالماني. هذا فيما يتعلق بهذه التجربه وبهذا المدرب. انا بقيت نعطي واحد الوجهه ديال النظر ديالي. شوفوا الاخوان، راه اللي كينجح المدرب هي الظروف. راه هذا المدرب ان شاء الله الى لقى ظروف مواتيه، والاكيد ان المكتب الحالي ديال فريق الرجاء الرياضي قياده السي محمد بودريقه والاخوان اللي معاه اللي الان كيشتغلوا بواحد الشكل تشاركي عطاو مجموعه من المؤشرات الايجابيه حول التسيير الجماعي، حول التدبير التشاركي، حول معالجه مجموعه من الاختلالات اللي لقاوها وكانوا عارفينها. فهذا المدرب يجي هذا المدرب مصطفى ولا يجي مدرب اخر، راه الا وفرتي ليه واحد البيئه سليمه واللعابه كيتخلصوا في وقتهم وكانت تشكيله قويه والله حتى يدير معاك نتائج في الطوب. راه نفترضوا مصطفى تجيب دابا غوارديولا تديه مثلا الفرقه مساليه في الامارات، ديه دابا شي فرقه حتى ولا شي حاجه اللي مساليه في الامارات ولا وسير قول ليه يدي الالقاب. راه ما يمكنش. جيب دابا مورينيو كشار روما راه يكدا معاه لقب اوروبي وداكدا، ولكن واش مورينيو استطاع يشارك حتى دوري ابطال اوروبا العام مع العام المقبل مع روما؟ ما استطاعش. ماشي ضعف مورينيو، ولكن راه الامكانيات اللي كتحكم الاخوان. لذلك المدرب اليوم ما على الجماهير الا تساعدوا وتقدم ليه الدعم والمسانده، وما يبقاش يتحاكم من بعد كل مقابله. الا بعين المقابله وحدت ليه المحاكمه ديال لا، خليه حتى ينزل الفلسفه ديالو، يشتغل. كاين طاقم،
كاين تركيبه بشريه اللي مهمه انا عندي يا مصطفى هو تقويه التركيبه البشريه، لان الا جبتي لعابه في مستوى وعندك عناصر ديجا الان مزيانين ودرتي واحد اللحمه واعتنيتي بهاد الوليدات كتخلصهم في التوقيت غادي يديروا معك نتائج رائعه ورائعه جدا. ورا مع الرجاء احمد كامارا هذه ضربه معلم اللي مكتب الرجاء، مدوا ليه ل4 سنوات اضافيه، هذه راه ما سهلاش، لان هذا اللاعب هذا كانوا بزاف ديال الوكلاء كيتبعوه وحاطين عليه العين وعارفين ان العقد ديالو غيسالي ب 2025، وكانت معركه كبيره خدها المكتب الحالي باش يامن البقاء ديالو لمده 4 سنوات. استثمار حقيقي، وراه ماشي غير هو، كاين وليد اخر في فئه الامل غيني ديجا كنا قلنا في راديو سبور حصريا وكنعاودوا ناكدوها بنفس الامكانيات ديالو تقريبا كيتدرب واشتغال اكيد على صفقات اخرى الان كيخدموا عليها الله يوفقهم. سي مصطفى تعليقك على المدرب؟ وشوف السي حسناوي، المدرب ما تحكمش عليه دابا، انا ما نحكمش عليه، ما كان المدرب اللي غادي يحكموا عليه هو النتائج ديالو حسناوي. المدرب غادي يحكم عليه هو، نتكلم على واحد الحاجه اللي هي مهمه وهي توفير الظروف. وملي كنتكلموا على الظروف فخاص الظروف البشريه كذلك، خص لاعبين اللي في مستوى. كنظن بان مكتب مسير ديال فريق الرجاء الرياضي ورئاسه محمد بودريقه فهم فطنوا الامر الان. فريق الرجاء الرياضي فهم حسنا بداو كيصفيو بعض اللاعبين اللي غادي اصبحوا عالة على الفريق، وذلك هذا اللي تكلمتي على احمد كامارا. فبودريقه بكل صراحه بدا كيحصن اللاعبين الممتازين، ذلك بفرض او ماشي بفرض، يعني بتوقيع عقود مع هاد اللاعبين، حتى سواء برولونغاسيون مع اللعيبه وسواء تجديد اللاعبين. وهذا الشيء اللي هو يحسب لهذا المكتب المسير، لان فريق الرجاء الرياضي حسناوي لان بعض المرات مع جميع مع كامل احتراماتي، لكن من هب ودب كيلعب في الرجاء الرياضي بكل صراحه، من هب ودب كيلعب في الرجاء الرياضي. وهذا كان المشكل اللي كان ربما المشكل ديالو اللي كنا كنتكلموا على الموحد شحال هادي، ولكن دابا هذا كاينه واحد الفتره اللي هي جديده، عهد هو اللي هو عهد جديد. المدرب حسناوي راه ماشي، المدرب كيبقى جزء من الفريق، واللاعبين هما حسناوي اللي خصهم يخلقوا اللعب. اذا باش يكون عندك لاعبين خصك يخلقوا اللعب، خصك اللاعبين اللي هما ممتازين حسناوي. هذا فريق الرجاء ما كنقولش ما عندهاش لاعبين، ما كنقولش هاد اللاعبين ما مزيانينش، ولكن الرجاء الرياضي بحاجه للاعبين اللي يخلقوا الفريق. صحيح ان بعض اللاعبين كالحافظي ربما ما غاديش، الحافظي الناهيري ربما تزرهوني على ما سمعتها خابات هو مشى هم 4، الهدودي تا هو غيمشي 5 الحسناوي. اذا كاين شي اضافه بعض اللاعبين الاخرين، كاين بعض اللاعبين المعارين ربما اللي عطاو واحد الاضافه لبعض الفروق، ربما يرجعوا للفريق الرجاء الرياضي كسبوا واحد التجربه. اذا المدرب حسناوي خصو يعني القطاع الغيار، وقطاع الغيار اي مدرب، انت جيب مورينو للفريق الرجاء الرياضي غدا، جيب لي غارديولا جيبوا للرجاء غدا، وعطيه هاد اللاعبين اللي كاينين دابا. انا كنهضر على مع الجميع الاحترام، اللاعبين ديالو راه ما غاديش حسناوي يدير شي نتائج اللي هي خارقه للعاده، لان النتائج كتطلب لاعبين اللي يكونوا في مستوى. والسي محمد بودريقه راه عارف هذا الشيء. السي محمد بودريقه راه ماشي اما اول مره كيدوز في الرجاء، راه داز في الرجاء وشاف اللاعبين اللي كان في ليبوك ديالو، شاف اللاعبين اللي كانوا في هذيك الفتره وهاد اللاعبين اللي كاينين في الفتره، وراه فاهم كل شيء. انا ما نهضر على حتى يسمع على شي لاعب. فريق الرجاء الرياضي مزيان، هذا المدرب يجيب الدعم ديالو، الدعم المكتب المسير، الدعم المدرب، النتائج هي اللي كتحكم عليه، ولكن المدرب وفر ليه كذلك اليه ديال الاشتغال. راه الامور الماديه بوحدها ماشي كتكفي، القطاع البشري اللي خص فريق الرجاء الرياضي. وكنظن محمد بودريقه فهو استفد من عده دروس في الماضي، والان كنظن بانه رجع بواحد لا ساجيس اللي هي كبيره، وبدليل بانه ما كيتسرعش، بانه كياخذ امور بشويه مع بعض اللاعبين. وهذا العقد او لا برولونغاسيون ديال محمد كامارا فهي بكل صراحه حتى اللاعب مخير. هذا اللاعب فريق الرجاء الرياضي يستثمر فيه حساب مستقبلا. هذا اللاعب ما كاينش عندنا، ما كاين هذا اللاعب بكل صراحه، ما عندناش هذا اللاعب بحال هذا اللاعب في بطوله وطنيه بكل صراحه، بحال الشكل ديالو، الطريقه باش كيلعب. انا كنظن بان المزيان ان هذا التمديد، وكذلك احسن نتمنوا حظ الموفق لفريق الرجاء الرياضي. وكما قلت المدرب خليو الناس تشتغل يا اخوان، الجمهور كل واحد عنده راي ديالو. راه شوف
عمر شي مكتب مسير في العالم كيرضي جميع الجماهير، وكاينه عده امثله. اذا خليو الناس تشتغل، خليو المدرب يشتغل، خلي محمد بودريقه عارف بانه لا بغى يمشي بفريق الرجاء الرياضي بعيد خصو لاعبين، راه عارف هو هادشي، عارف الامور ديالو اش كيدير، عنده ناس اللي كيشتغلوا معاه. اذا نديروا في الثقه في المكتب المسير، في الرئيس ديالو وفي المدرب ديالو، والنتائج كما قلت فهي اللي كتحدد بانك هل فعلا اخترت احسنت الاختيار ام ان الاختيار ديالك وربما كينقصوا بعض الامور اخرى. وهذا الفشل دائما ما خصناش نعلقوا دائما على المدربين حسناوي، لان خص المدرب باش يكون في المستوى خصو لاعبين تا هما كذلك يكونوا في المستوى. تفضل اخي. شوف اخي مصطفى الماعل، واحد النقطه، انا راه حتى من خلال هاد المرحله الان اللي قضاها يعني المكتب الحالي لفريق الرجاء الرياضي، كيبان لي انهم لمسوا بعدا. انا كنهضر على الجانب ديال التوازنات الماليه، قاسوا واحد العنصر مهم ومهم جدا، هو اللاعب اللي غادي يبدا يجلس ياكل ويشرب وما يعطيني حتى شي اضافه ويقتلني منحه سنويه كبيره، ما عندي ما ندير به. هما مشاو في هذا الاتجاه، وراه سيبلاو اللعابه اللي غيمشيو بحالاتهم واللي ما كانوا كيعطيو حتى شي اضافه وكيعطيو عليك بميزانيه. انا اللي يكون عندي لعاب حسنا اللي كان عال على الفريق، عال المادي، المستوى المادي والتقني بجوج. دابا لما كتحسب هذوك اللعابه شحال كياخذوا لك وكتلقاه ما كيلعب معاك حتى 4 الماتشات في العام بالمناح بهادي لا نخليو ولد المدرسه وعندي الربح. بالاضافه للعناصر، هما الان فتحوا في اطار الانتدابات بالضبط على الاجانب، وكاين 3 ديال اللاعبين اجانب اللي راه كينغوسيو معاهم باش يعزوا التركيبه البشريه، وديجا عندهم كذلك 2 اللاعبين اجانب اللي هما يسري بوزوق واهولو. انا فهمت ان غايه مربح السنه المقبله ما غيقدرش يكون في الرجاء، ان 3 و2 هي، انا لا اعتقد ان غايه مربح السنه المقبله غيستمر مع الرجاء. الزنيتي كان غيمدد لموسم اضافي وغيبقى معاهم. لما كنهضروا على هذا المدرب الالماني، هضرتي يا مصطفى على التقييم او على الحكم، اكيد انا ما كنعطيوش، لا اعتقد شي واحد كيعلم الغيب وكيقول ذاك المدرب ينجح وذاك المدرب ما ينجحش. العلم الغيب هذاك ديال الله سبحانه وتعالى. انا اللي كنقول هذا المدرب كنشوف التجربه ديالو الافريقيه مع اورلاندو بيريتس كانت رائعه. كان اولا كيلعب كره هجوميه، كيسجل بزاف، انتصر على ماميلودي، انتصر على الترجي الرياضي التونسي، دار نتائج مزيانه بالامكانيات ديال الفريق ديال اورلاندو. وراه ماشي هما، راه هو اللي مشى، وكان مشى قال له مودي عندي اسباب عائليه وهذا، وزاد بحالاته. مع الرجل ان تمنيو ديك التجربه اللي قضاها مع اورلاندو، تسعفوا وتعاونوا. الاخوه اللي كيهضروا مع اللغه راه كيهضر بلونجلي المدرب ديال جوزيف، اللغه الانجليزيه واش كيهضر، لكن اللي كيقول كيفاش غيفهموه اللعابه بالالمانيه اي اخر كيهضر باللغه الانجليزيه. جيناني حسناوي، كاين الجيناني، كاين مع الجيناني. لا ابصر شوف لغه القدم مصطفى راه لغه كونيه، راه لغه كونيه. ولكن السي حسناوي كاين دي مو سبيسيفيك دي بعض المرات. دابا لا قال اللاعب خصك تمشي مور المدافعين وقال لي بلونجلي، غادي يفهمها. كاين بعض اللاعبين غادي يفهموا عندنا، لا كيفهموها مصطفى. باش غيفهموا الحسناوي. انا نقولها لك مصطفى، انا نقولها لك. اولا هو كما قلت كيهضر باللغه الانجليزيه، هذا معطى. واعتقد بان لعابه الرجاء الغالبيه العظمى فيهم يعني عندهم واحد الدرايه ومتمكنين منها وكيضبطوها. راه انا بغيت نقول لك تمشي ورا اللعابه، راه كيمشي النيت كيديرها له بيدو حركه، ها فين غتمشي؟ واش هو غادي يبدا يعطيها مصطفى يجلس في بابور كيعطيهم التعليمات على بعد؟ راه جالس معاهم في التيران، كيجيب لعاب كيمشي يقول له سير انت لتم، ها كيفاش التموقع ديالك انت، ها فين غتحرك انت، هذا رياكسيون. نزيد لما كيخدموا مصطفى دابا بالشاشات اللي كاينين في الاكاديمي والوسائل التكنولوجيه، راه الناس كيمشيو عا بالصور وبالنظام ديال الصور كيبني معاك التموقع ديالك وكيجعلك تمثلو على المستوى الذهني. ان تطور وراه مرارا وتكرارا. مشاو لعابه عندنا في البطوله الاوروبا ما كيعرفوا حتى لغه من غير اللغه العربيه، ومشاو يخدموا مع مدربين في البوسنه، مع مدربين في فرنسا، مع مدربين المان، مع برتغاليين، وتانتيغراو وكيستوعبوا. يعني لغه الاشاره ما كتلقاش فيها مشكل ديال كره القدم. ثانيا كما قلت لك، هذا اللي مهم هو توجد ليه القوام وتعطيه واحد تركيبه
اللي يدير بها النتائج. الاخوان كيهضروا على الاهداف السنه المقبله راه كاين الدوري ينافس على البطوله ولا مركز المؤدي لدوري ابطال افريقيا. وإلا كانت المشاركه في كاس الكاف اكيد حتى هي غادي تدرج، ولكن هذا المشروع الا بغى ينجح خصها مصطفى تبنى دقه دقه.